تسحبه وكان فيه أغصان الشجرة هذه ترجع. قال لا أنا ما ينفع إلا أني ألف على الشجرة كامل عشان أجي من جهتك. قال حاول تدور الحبل. رحت أنا لأني نزلت مرة وانغرقت كذا ورجعت مرة ثانية ومديت يدي ما حصلت. رحت أمدي رجلي إلى حد الأرض ويعني برفعها كذا على الشجرة لين عشان أسل الحبل اللي يتعلق فيها ولا شيء. لكن للأسف الحبل كان مرة تحت الشجرة. قلت يا هذال الحبل دخل تحت العروق قطع نص عروق الشجرة. الحبل قوي فيه شيء يسحبه من هنا الموية تسحبه من يسارنا. قال ما تقدر تلحق الحبل. قلت ما أقدر أبد. قلت أنت حاول تفك لي في بطنك. قال ما قدرت الحبل مربوط بقوة. قلت خلاص تعالني من هنا. على الوقت احنا نتجادل كذا سمعت أذان العشاء واحنا نتشاهد وهو يصرخ ونصرخ ونتشاهد. سمعنا أذان العشاء. قلت يا هذا مؤذن؟ قال لي مؤذن. قلت يلا توكلنا على الله خلنا نصلي يمكن آخر صلاة في حياتنا. قام هو أقام الصلاة وصلى على حاله وصليت أنا على حالي كل بس يومي براسه ولا بيده. بعد ما صلينا وانتهينا من الصلاة بديت في الوتر يعني أبغى أوتر. على وأنا أصلي كذا سمعت يصيح. قطعت الصلاة قطعت الوتر. قلت ايش فيك؟ قال الحبل يسحبني بقوة تحت. الحبل تكفى اسحبني عندك. رجعت له من هنا أبغى أسحبه من المكان هذا. كان فيه العود هذا هو اللي مسبب لنا المشكلة كلها. عود نازل كذا برا على مستوى المويه يبغى ينزل من تحته عشان يوصل عندي. كل ما تمسك فيه ونزل يرجع المويه تحت ويغطس المويه تحت. رحت فكيت غترة لي خلاص اربطها في يدك وحاول تطلع من تحت. فكيت غترة كنت رابطها في بطني. وصرنا محاصرين من الشمال ومن الجنوب ومن الغرب ما أن إلا إنقاذ إلا الله ثم الطيران. محاولات مع العمليات ومع الضباط ومع الناس المسؤولين الزم الهدوء. نطلب منهم من نجدة بإرسال الطيارة عمودية يقولون انتظروا للساعة 7. الطيارة تجي أخذوا إجراءاتكم أخذوا الوسائل. لا في إحبال لا في وسائل عندنا نتخذها. أصبنا بإحباط وأصبنا بنوع مفارقة الحياة. وعلى قوة البرد أنا يلا أتمسك ما قدرت حتى الإيدين ما أقدر أمسكها من البرد. كان المطر يصب فوقنا والهبوب والموج والظلام والخوف والرهبة كلها ما خلتني خلاص قواي راحت كلها. قعدت متمسك بيد. قلت فكيت يدي الثنتين قعدت متمسك برجولي دخلتها في الشجرة من هنا ومن هنا ومديت يدي الثنتين حاولت أسحبه لكن مرة سبحان الله يعني في قوة لا يعني قوة الموت باختصار. يعني هذا الموت ما حد يقاوي الموت. حاولت أسحبه ما قدرت يعني على حدود الساعة 9 حاولت أسحبه بقوة حاولت فجأة طالع السترة اللي كانت على صدره يعني هي تطلع فوق والحبل يسحبه تحت. صارت تخنقه تطلع في رقبتي هنا وتخنقه. حاولت أبعدها كذا عن وجهه وأحاول أسحب معها عساها تساعدني بعد. حطيت يدي من تحت من هنا ومن هنا وأحاول أسحبه ما في فايدة في شيء أسحبه تحت. وللرجال سكت. آخر كلامه كان يقول يا رب يا رب يا رب يا رب. تشاهد بعدين نزل بعدين آخر شيء صار يقول يا رب يا رب يا رب يا رب. كان يصرخ قبلها كان يقول يا رب لا تيتم أطفالي يا رب لا تيتم أطفالي يا رب لا تيتم عيالي يا رب عيالي وأمي يا رب يا رب لا تفجع أمي يا رب يا رب يا رب ارحمهم يا رب يا رب ردني لهم يا رب. يوم سمعت الكلام هذا يعني دريت أنه هو أحوج من الحياة لي أنا يعني لا عندي يعني متزوج لكن للحين ما بعد أخذت زوجتي. وعندي أمي عندها يعني غيري 3 لا غيري 2 أنا الثالث يعني بيغنونها إن شاء الله عني ما هي محتاجتني. صح أنها بتحزن والله يعظم أجرها لكن أنا ما مني فايدة. زوجتي بيغنيها الله عني لكن هذا المسكين قلت يعني عليه عيال وكذا وكبير في السن وعلى عيال أكيد ما وراهم أحد. وأصلا الإنسان ما أعرف إلا اسمه يسمعهم ينادوني يا هدى يا هدى. قلت يا رب كان الموت بيأخذه ولا بيأخذ أحد منا إنك تأخذني عنه وتخلي لي عيالي يا ربي لأني ما وراي أحد يا ربي. هذا الموت في المكان هذا أحس يعني أدري إنه شهادة. ليلة جمعة وصلينا العشاء وذكرنا الله وتشهدنا والموت في الماء نحسبه والله حسيبه يعني شهيد إن شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الغريق شهيد. قلت إن شاء الله أن هذه تجتمع كلها إن شاء الله أن الشهادة لأن كنا نطلب الشهادة وما ندري عنها. الشهادة صعبة
مو أي واحد يبلغ الشهادة. نسأل الله أن يبلغنا إياها. وعلى سحبي إياه كنت أصيح أقول يا رب هون عليه سكرات الموت، يا رب هون عليه سكرات الموت يا رب. وأقول يا رب إن كان الموت بياخذه خذني أنا وخله العيال يا ربي، أنا ما وراي أحد يا ربي، أنا ما وراي أحد يا ربي. حاولت أسحب إلا الموج يغمه من وراه، يغطي كذا ويطلع بيده ويمسح على عيونه ويرجع يغطس مرة ثانية. إذا طلعته مسح عيونه وغطس مرة ثانية. آخر شيء كان ماسك شجرة، ماسك أنا من هنا. أصيح أحاول أسحبه، أقول تشهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أرفع صوتي عسى يسمعها ويكررها في فمه لا إله إلا الله. قمت ألقي له الشهادة يعني، وبين لحظة كذا حسيت إن يده هملت في يدي، صارت خلاص ما عاد فيها قوة، دريت إن الموت وصله. يعني قاعد أكثر من 10 دقائق أو أكثر في المويه وأنا أسحبه وهو يسحب تحت. بعد ما تأكدت إنه متوفى شفت يده ما عاد فيها قوة، فكيت يدي وطلعت في الشجرة وتمسكت فيها وجلست في وسط الشجرة كذا. ما أدري سبحان الله هذه كانت مرتفعة فوق عشان المويه، جلست عليها كانت رافعتني فوق، متمسك بأغصان الشجرة، فكيتها من البرد وأمد يدي أشوف ألمسه هو، عسى ما راح، عسى يقعد مكانه عشان عسى الله يعني نلقاه بعدين ندفنه ولا شيء. أمد يدي والمس راسه أحصله، أرجع أمد يدي وأرجع جالس مرة ثانية، وأقعد شوي وأمد يدي والمسه، وتملكني رهبة وخوف يعني حياتي ما مرت علي. الحمد لله أفتخر أبوي شهيد وسامع صدورنا أبوي شهيد. مرة هي لحم ما ياكل لين يشبعني، ولا يشرب لين يسقيني، ولا يرقد لين يدريني. ونحمد الله ونشكر. وراح مني ذاك النهار يقول امان الله وانت وعيالي، ولا يقول يا جدة سلميني على ابويا، وهم اللي جابوا الشرق. وراح دون الحجاز ينقذ زهرة، وجاء نقذ له 20 نفر يوم خرجها، أخذه ربي. احمد الله واشكره. نحو اخوانه انا مسالفين عني معه، ما يخليني اقعد لبيك.